مداخلة لي عن رواية أنا وداد معروف، مداخلة لي عن رواية عرين الجسد للروائي الفلسطيني حامد سرية أو سرية، يعني حسب ما بينطق الاسم. فأقول عن هذه الرواية التي يعني لم أسعد بها أبدا أبدا أبدا، ولم أستفد منها شيء أبدا أبدا. هذه الرواية يعني أعطتني، أو الكاتب أعطاني صورة للمرأة الفلسطينية يعني كما يراها هو، لأن الإعلام بيصور لنا امرأة فلسطينية قوية، عندها قضية، عندها يعني مهمومة به، امرأة صلبة يعني، وطبعا هي إنسان ولكنها متحملة المسؤولية، وامرأة يعني هي زوجة وأم ومجاهدة و هذا الذي نراه في الإعلام. لكن الكاتب كان له رأي آخر، يعني جابوا بقى في الرواية كله على مدار الرواية. أنا ما شفتش إلا هذه النماذج، أنا بحكم من الكلام اللي هو بيقوله بلسانه، هو شاهد على نساء بلده يعني. فبيقول إن المرأة في القدس، يعني لأن المرأة اللي هو اتكلم عنها مرأة في القدس، والبطلة كانت نشوة، هي البطلة التي كانت معجبة بجمالها، معجبة بنفسها، تعرضت في بداية حياتها لمشهد أثر على بقية حياتها كلها، وعلى اختياراتها للرجل، وعلى نظرتها للرجل، وعلى يعني حلمها بالرجل. ف يعني كان هو مسار الرواية كلها. هذا المشهد مشهد سيء جدا، هابط جدا، يعني جعله محور حياتها، وهو محور قضية الرواية على فكرة. هو ما عندوش قضية في الرواية غير هذا الأدب، يعني اللي ممكن يعني نقول عليه بورنو يعني بصراحة. فهو يعني ليه بقول بقى ان هو وصف نساء؟ هو ما كانتش على قد نشوة بس، ولكنه كان كل سكان، يعني كل النساء اللي في العمارة التي تسكنها نشوة مثلها، يعني لهم علاقات خارج إطار الزواج. اللي زوجها كان بيعمل في إسرائيل ويقعد أسبوعين يعمل في إسرائيل، كانت لا، بتقول مش هقعد أحط إيدي على خدي، وتدور على واحد تاني وتعيش معاه علاقة وكده، والتانية والتالتة والرابعة، إلا حالة واحدة، لكن كلهم لهم علاقات خارج إطار الزواج. هذا هو الكاتب حامد سرية الذي وصف لنا نساء فلسطينيات، لم يعطيني نموذجا واحدا مشرفا إلا الأم اللي هي يعني كان دورها سلبي جدا، وسابت بنتها 10 سنين بعد ما طلقت تحيا حياتها بكل حرية في مدينة أخرى غير المدينة التي تعيش فيها. أنا اللي أعرفه عن المواطن الفلسطيني، عن المرأة الفلسطينية، إن ده أصلا مجتمع عربي قبلي، يعني عنده العرض وعنده الشرف، شيء يعني هام جدا. كيف لهم أن يتركوا امرأة جميلة، بنتهم الجميلة المطلقة التي يعني يطمع فيها الجميع، تحيا 10 سنوات لمجرد أنها كانت عانت من عقدة الزواج الأول، فمن حقها بقى يعني إيه ما نضيقش عليها ونسيبها إن هي تعيش يعني كما تختار لوحدها في شقة لوحدها. لكن أين أنتم؟ أين سؤالكم عليها؟ أين متابعتكم لأحوالها؟ أين زيارتكم لها مثلا مفاجأة؟ أين ما فيش كل ده، ما فيش. هي عايشة تعيش فسادا، يعني كانت تعيش فسادا في الحياة. ثانيا هي تزوجت زوجها الأول الذي أغدق عليها من الخيرات، يعني لم يحرمها من شيء، متعها بكل شيء ولم يبخل عليها بشيء، وكان يعني يحب أن ينجب منها، وأنجب منها بعد عذاب، يعني ما كانت بترفض الإنجاب لأن هي تحيا لعبادة نفسها. بعد كل هذا وعاشت مع 10 سنين. طب إيه اللي عايشها مع 10 سنين؟ اللي خلاها تقبل، اللي خلاها توافق؟ هي لم تكن مظلومة يعني، لا، هي طامعة، هي عايزة كل حاجة، عايزة الزوج الغني، وعايزة الحياة المرفهة، وعايزة وبعدين تنظر له نظرات عجيبة، ويعني كل الخير الذي يقدمه لها تراه هي بعين الشر. يعني حتى كل مكان يعني مثلا يقدم لها هدية خاتم من الماس أو تراه إن هو ده تمن اغتصاب. اغتصاب إيه؟ يعني زوجك بيغتصبك، واللي كان انت بتعملي معاه علاقات بعد كده ما كانش ده اغتصاب؟ لمجرد لأن هو الكاتب عايز يقول
معنى معين وبيثبته، إن المرأة حين يعاشرها زوجها الذي تكرهه فهو اغتصاب. أما حين تعاشر رجلا ليس بزوجها ولكن تكون هي راضية به فهذا هو الزواج الحقيقي. هذا هو المعنى الذي أراد الكاتب أن يرسخه لمن يقرأ هذه الرواية. والله لولا أنها كانت في هذا الجروب يعني محملة، وأنا لم أكن أبدا يخطر ببالي أن تكون بكل هذا يعني التدني، لم أكن لأقرأها أبدا أبدا ولا أدخلها بيتي لو كانت ورقية. ليه بقى؟ لأن ده مش أدب الحقيقة، إنه ليس أدبا وإن شئت قل إنه قلة أدب، لأن ليست الحياة هكذا وليست النساء هكذا. وإذا كان نموذجا يعني أنت شفته في حياتك يعني بهذه الطريقة، طب حط جنبه نموذج إيجابي عشان يعني وبضدها تتميز الأشياء. لكن أن تكون كل النماذج التي أوردتها هي نماذج ساقطة، ما حطتش ولا نموذج يعني بحيث الواحد عينيه تنضف وهو بيقرأ، لا، كله كان غس، كله كان فاسد، كله كان عفنا الحقيقة. فأنا لن أجمل الكلمات ولن أقول كلاما يعني لطيفا في رواية ليست نظيفة أبدا أبدا، إنها ليست نظيفة وليس أدبا نظيفا. وأنا لا أقول أن تكتب عن مجتمع ملائكي، اكتب عن البشر، ولكن لا تكتب لي عن مجتمع كله عفن وتريدني أن أقرأ هذا العفن. يعني كيف؟ هل ترضى لابنتك أن تقرأ هذا الكلام؟ هل ترضى أن تقرأه على الناس؟ تقعد كده في ندوة وتقعد تقرأ كلامك اللي انت كاتبه ده علنا قدام الناس؟ ما أعتقدش. يعني هذه مداخلتي. أنا لست سعيدة بهذه الرواية وليست جيدة وليست ولم أستفد منها بشيء الحقيقة. يعني الأدب أن تستمتع وأن تنتفع وأن يعني تتذوق وأن يعني تعيش حيوات في حياة واحدة. أنا لم أجد كل هذا في هذه الرواية، لا ذائقة راقية ولا متعة ولا إفادة ولا أي شيء، غير إن هي كأن هذه الرواية بار فيه كل المشبوهين وكل القذرات جمعت كلها في هذه الرواية. معلش أعتذر عن هذا، ولكن ليس عندي إلا هذا لأقول عن هذه الرواية. لكم كل التحية والتقدير.